الذكاء الاصطناعي النهارده مش حاجة بعيدة، احنا فعليا بنستخدمه كل يوم حتى لو مش واخدين بالنا. أول مثال بسيط جدا، لما بتكتب رسالة على الموبايل ويبدأ يقترح لك الكلمة اللي بعدها، ده ذكاء اصطناعي. لما تفتح الكاميرا وتلاقي الموبايل بيظبط الإضاءة أو بيتعرف على وشك، برضه ذكاء اصطناعي. في التطبيقات اللي بنستخدمها كل يوم عندك زي سبوتيفاي أو يوتيوب، لما بيقترح لك فيديوهات أو أغاني على ذوقك، ده مش سحر، ده تحليل ذكي لسلوكك علشان يعرف انت بتحب ايه. عندك في الطب مثلا في انظمه دلوقتي بتقدر تشخص صور الاشعه بدقه عاليه جدا واحيانا اسرع من الاطباء نفسهم، لكن الفرق ان الهدف مش ياخد مكانهم، الهدف يساعدهم ياخدوا قرارات ادق. وعندك في العربيات عندك عربيه زي تسلا مثلا، هي واحده من اوضح امثله الذكاء الاصطناعي، بتتعلم من ملايين الكيلومترات اللي اتحركت قبلها علشان تتفادى الاخطاء وتتعامل مع الطريق. عندك في البيت كمان المساعدات الذكية زي أليكسا وجوجل أسيستنت، بتفهم كلامك وتشغلك الأغاني أو النور أو التكييف، كل ده عن طريق تحليل اللغة الطبيعية. يعني من الآخر الذكاء الاصطناعي مش حاجة مستقبلية، هو موجود حوالينا فعلا، في جيبك في بيتك في شغلك، بس احنا اللي أوقات مش بنلاحظ.